السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة جديدة من قناة وصفات شهيناز. النهاردة هعمل لكم مشروب جميل جدا جدا. المشروب ده لإنقاص الوزن من غير أي تعب، وكمان المشروب ده ليه أكتر من فايدة للجسم، وكمان سريع جدا لإزالة الدهون من البطن. وكمان يا بنات المشروب ده بيهدي الانتفاخ بتاع البطن والغازات الموجودة في البطن، فده طبعا مشروب مفيد جدا للجسم علشان تقدري تحافظي على جسمك أو لإنقاص وزنك. حابة أقولك على نصيحة مفيدة جدا للجسم. من أهم الحاجات إنك تبعدي عن وجبة العشاء، يعني ياريت إنك تكوني حريصة إنك تاكلي الوجبة بتاعة العشاء في وقت بدري، وكمان ياريت إن يكون العشاء خفيف. يعني لو كلت في وجبة العشاء كوباية زبادي أو فواكه فده طبعا كويس جدا، علشان الجسم بيجي تقريبا من الساعة 5 بيوقف عن عملية الهضم، علشان المعدة مش بتكون متحسنة في الهضم زي الصبح، فطبعا بتتراكم الدهون في الجسم. فكمان ياريت انك تشربي مية كتير على الريق، فطبعا شرب المية الكتير من الحاجات اللي هي بتنقص من الوزن. فطبعا في ناس كتير مش بتحب الرياضة ومش بتحب انها تمشي، فياريت على الاقل انك تمشي نص ساعة بس في اليوم. فطبعا الرياضة مفيدة جدا جدا للجسم. وكمان في حاجة تانية، ياريت انك ما تاكليش حاجات فيها نسبة سكريات، يعني زي الحلويات او الدهون، علشان الحاجات دي هي اللي بتتخن جسمك بسرعة جدا وبتعبي جسمك من الدهون. وبس دي الحاجات اللي انا كنت محتاجة ان اقولها لكم علشان تحافظوا على جسمكم كويس. وطبعا زي ما انتم شايفين مكونات بسيطة جدا وان شاء الله موجودة في اي بيت. وبس قبل ما اعرفكم على المكونات ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس علشان يوصلكم كل جديد مع قناة وصفات شهيناز. تعالوا بقى اعرفكم على المكونات. المكون الاول هو خيارايه. طبعا الخيار موجود في اي بيت. طبعا الخيار ده من الحاجات المفيدة جدا للجسم. طبعا الخيار ده بيسد الشهية، بيقلل من نسبة الدهون اللي في الجسم. وكمان المكون التاني هو نص ليمونة. طبعا الليمون برضو بيساعد على انقاص الوزن وكمان على سد الشهية وكمان على ازالة الدهون من الجسم. والمكون التالت هو المية. المية دي معدنية او تجيبيها من الفلتر. وبس كده اكون عرفتكم على المكونات. مكونات فعالة جدا وان شاء الله موجودة في اي بيت. تعالوا بقى نعمل المشروب ده مع بعض. اول حاجة هتقطعي الخيارايه. هعمل الخطوة دي وارجع لكم تاني. ودي بقى الخيارايه بعد ما قطعتها هتحطي الخيار ده في الخلاط. بعد كده هتحط فوقيهم 3 كوبايات من المية. انا هحط عليهم كوبايتين كمان. بعد كده هتخلطيهم كويس جدا. انا هعمل الخطوة دي وهرجع لكم تاني. واديني رجعت لكم تاني بعد ما خلطت الخيار. بعد كده هتحطيهم في الكوباية. بعد كده هتعصري فوقيهم نص الليمونة. مشروب سريع جدا جدا يا بنات لإنقاص الوزن. بعد كده هتقلبيهم. وكده بقى جاهز المشروب معانا. المشروب ده هتشربوه قبل الاكل. مشروب مفعوله سريع جدا جدا، بيعمل على سد الشهية وكمان بيحرق الدهون بسرعة جدا. وعلى فكرة المشروب ده معلهوش اي اضرار للجسم. بجد اتمنى انكم تجربوه، هيعجبكم جدا. بس طبعا لازم الاستمرار عليه علشان تلاحظوا نتيجة سريعة جدا. وزي ما قلت لكم هتشربوا كوباية قبل الاكل وان شاء الله باذن الله هتلاحظوا نتيجة سريعة جدا جدا. وبس كده تكون خلصت الحلقة بتاعتي. يا رب تكون عجبتكم. متنسوش تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس علشان يوصلكم كل جديد مع قناة وصفات شهيناز.